السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخ المصطفى المومري كما سمعت من الأخ أحمد علاو أخذوها السجن بيت خاله مع صديقه المصباحي. قال أحمد علاو أنه تواصل بأخوته وقالوا جاه باص معكس ومصفحه وأخذوها السجن. طبعا هذا مش حاجة غريبة ولا هي أول حادثة، هذا حالنا في اليمن كله، شمال جنوب حوثي شرعية كلها اعتقالات، كلها اعتقالات عند الحوثيين وعند الانتقالي، عند الشرعية، عند الكل اعتقالات. طبعا الحوثيين في الفترة السابقة يمكن حسدناهم وإن عندهم انفتاح، عندهم شوية حرية رأي، عندما شفنا مصطفى المومري يتكلم وأحمد علاو وقلنا والله بادرة طيبة أنهم يخلوا الناس يفضفضوا عن همومهم وعن ما في حالهم من هذا الأزمة ومن هذا الأوضاع اللي احنا فيها. لكن الظاهر ان احنا حسدناهم ورجعوا للأصل، لأفعالهم الصحيحة، الاعتقالات والتكميم الأفواه والجمع. وهذه والله مش طريقة حكومة، مش طريقة حكومة هذا الكلام. قلنا أحمد حجر بقى يدخلوا يومين ثلاث ويطلعوه وتصير الأمور، لأن ما ارتكب شيء جريمة، ما شفنا شيء إنه ارتكب جريمة، انتقد وتكلم عن فساد والناس عارفة كل هذا الفساد. باقي الآن أحمد علاو، باقي أحمد علاو يدافع شوية. وبالنسبة لأيمن القاسمي زوايا مظلمة، اعتقد هو خلاص، لأني شفت الفيديو حقه اليوم قدوا مدري يحكي قصص مدري إيش بيني وبينكم، خلاص عشان الباص والله إنه يخوف الناس كلها. طبعا هذا الحاجات مش في صالح الحوثي، والله ما هي في صالح الحوثي، تكتيم وجمع، لأنه ما بش جريمة، ما بجريمة، مجرد انه قال به فساد. يا رجال صلى على النبي، في حكومات متقدمة وعندهم فساد ومعترفين، وين تقعدون يقولوا لكم عندكم فساد وقالوا ايوه عندنا فساد مضمون، عندنا شيء بسيط ونحاول نحله. لكن انتم فساد ولا تتكلم. يا رجال صلوا على النبي، اقسم بالله العظيم من قد هذا يعني ما عاد احنا عايشين عيشة هذه. وسبحان الله العظيم يا اخي، هذا الحكومة حقنا متكتكة مخططة صح. أول ما تفتح فمك وتنتقدهم على طول أنت داعشي، هذا اللي في صنعاء، أنت داعشي وأنت تبع العدوان على طول. حتى لو عادك الصباح جاي من الجبهة معهم، خلص على طول جاي عادك بالجعبة والبندق وجاي من الجبهة تتقاتل معهم وتتكلم ضدهم، قالوا أنت داعشي وأنت مع المخابرات السعودية. ونفس الحال هولاك، لو طلعوا حتى عندنا في التعليقات، عندما أدي رأي ضد الحوثيين يدخل لك واحد يقول أنا عارفك أنت مرتزق، أنت مدري إيش، وإن تكلمته على الشرعية ولا تكلمته على هذين، جو يقولوا لك أوه إحنا عارفين أنت حوثي، أنت هكذا يركبوا التهم. بالنسبة للاعتقالات، الاعتقالات عندهم كلهم، حتى الشرعية عندها اعتقالات، لا تصدقوا والله عندهم اعتقالات وعندهم كل شيء. توقف ضدهم وحسوا ان تبعك جماهير وتبعك شعبيه، والله يمسكوا على طول. واحمد ماهر في عدن ماسكنه ولفقوا له تهم مش موجوده، ولفقوا له تهم وزاد طلعوه يعترف بالغصب. الحين في محاكمه صوريه تاجلت تقريبا 3 مرات المحاكمه، وبيحاكموا بطريقتهم وعلى كيفهم ويعدموا عادي، ولا سمع الناس ولا حتى راح عادي، خلاص هذا تبع مدري من وتبع مدري ايش، نفس طريقة الحوثيين على طول. مصطفى المومري احنا عارفين كلنا انه مع الحوثيين، احمد علا واحمد حجر وكم دافعوا عن الحوثيين، بالذات مصطفى المومري دافع عن الحوثيين في اغلب فيديوهاته، ولا شعبية ولا كل شيء. واخيرا انتقدهم حاجة بسيطة قالوا خلاص انت عدوان. واعتقد ان قناة الهوية لها صلة يا رجال، يمكن ان القرار بيدها. اول ما طلعت التقرير اللي وريتكم في المقطع السابق، اول ما طلعت التقرير على طول قالت ضروري تضبطوهم وضروري تمسكوهم، وهؤلاء تبع العدوان ومدفوعون من الخارج. الناس كلها عارفة مصطفى المومري واحمد حجر يا رجال مع الحوثيين للنخاع. حتى لو نقول مش حوثيين، خلونا بدل ما نقول مش حوثيين، لكن في صف الحوثي حتى بكلامهم يقولوا احنا ضد العدوان.
والآن فجأة بقدرة قادر طلعوا مخابرات وطلعوا مرتشين وطلعوا تبع العدوان، وهذا هو ديدنهم. هكذا أول ما تنتقد على طول يمسكوك. على العموم نسأل الله السلامة على المصطفى المومري وللمصباحي ولأحمد حجر، ونتمنى أنهم ما يعتقلوا الباقي، وأنهم يوعوا ويخلوا الناس يتكلموا. الناس يتكلموا من ضيق، ضاقت معيشتهم، ومتحمل إنكم 8 سنوات ما قدرتوا تتحملوا كلمة من الشعب وكلمة من المواطن، وهم متحمل إنكم 8 سنوات، والقصف فوقهم والحروب عليهم والمجاعة، ولا غذاء لا غاز لا بترول لا شيء، ومتحملين وصابرين. أنتم ما قدرتوا تتحملوا انتقاد واحد بس، خايفين على الكرسي لا يطيح. راح الشعب كله وانتم خايفين على شيء بسيط. على العموم الله يخارج الشعب اليمني، والله يسترنا، والله خارجنا لا طريق. هكذا ولا هكذا نخرج لا طريق، خلاص ضقنا، والله ما عاد فينا حل نتحمل، أقسم بالله. وتحياتي لكم.